إزاي ممكن نوفر 5 ساعات شغل كل يوم؟ السر كله في إتقان الذكاء الاصطناعي. يلا نشوف إزاي. كتير مننا بيحس إن مساعد الذكاء الاصطناعي بيضيع وقته، إجابات عامة وبتاخد ساعات في التعديل. المشكلة مش في الذكاء الاصطناعي نفسه، لأ، المشكلة في الطلب. سؤال غامض هيديك إجابة غامضة. الذكاء الاصطناعي مش ساحر بيقرأ الأفكار، هو بيحلل الكلام حرفياً بناء على بياناته. بس كده. القاعدة الأولى والأساسية: خليك واضح ومفصل، لازم نوضح له الصورة بالظبط. يعني بدل سؤال عام نطلب منه بالظبط المعلومة اللي محتاجينها بالتفصيل. تاني قاعدة مهمة: السياق. لازم يعرف احنا بنتكلم عن ايه عشان يديني إجابة ليها معنى. شوفوا هنا الفرق. مجرد ما ضفنا سياق، الإجابة بقت مفيدة جدا وقابلة للتنفيذ. والقاعدة الثالثة: البساطة. بلاش مصطلحات معقدة، كل ما كان الكلام أوضح كانت النتيجة أدق. لغة بسيطة واضحة زي دي بتخلي الشات بوتس يفهم المطلوب بالظبط من غير لخبطة. طيب، الإجابة اللي بتطلع دي مجرد مسودة أولى. الشغل الحقيقي بيبدأ في التعديل والتحسين. العملية دي زي الحوار بالظبط، نكتب الطلب، نراجع، نصلح، ونفضل نعدل لحد ما نوصل للنتيجة. تصحيحاتنا بتعلمه، يعني إجابات أفضل دلوقتي وكمان في المستقبل. طيب، كل ده ليه؟ عشان نوصل لكده: توفير ساعات حقيقية من اليوم. التوفير ده بيجي من مهام كتير: كتابة إيميلات، تلخيص تقارير، وحتى التخطيط لليوم. بس مهم نفتكر، هو أداة مساعدة قوية مش بديل لخبراتنا وحكمنا على الأمور. الموضوع أشبه بالشراكة، وهو يشيل الشغل التقيل وإحنا نضيف الحكمة والإبداع البشري. الذكاء الاصطناعي ده قوة خارقة جديدة. السؤال هو هنستخدمها إزاي عشان نغير إنتاجيتنا؟